بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا. أحيانا ننزل أسئلة بصراحة بها عدة أغراض، وأكو قسم يستهزئ بالسؤال ولا أكو قسم يهتمون بالموضوع. الأسئلة اللي نطرحها بها عدة إيجابيات. من الإيجابيات بأنه أوعيك لازم تربط هذا الربط الصحيح، لا تربط هذا الربط الخطأ. الشغلة الثانية، نريد نثير مواضيع معينة أو أسئلة حتى نتلقى إجابات عديدة ويستفاد المتلقي من الإجابات. من ضمن الأسئلة اللي احنا طبعا يوميا نشتغل بهذا الموضوع، بس تفسير علمي نريد من أصحاب الاختصاص، من أصحاب المهارات، من أصحاب المعلومات. الشغلة اللي بيها احنا عندنا من نربط أي موتور حثي أو محرك حثي بيه مشترك وبيه خلينا نقول رننج وستارت. وين يرحل المكثف؟ كهرباء تجي على طرف مشترك والطرف الثاني على التشغيل. زين، اكو حالة هذا راح يفتر الدوران مالته الصحيح بالعزم الصحيح بالدورة الصحيحة بالربط الصحيح، لكنه اذا ربطت على الستارت، هسه مشترك وستارت، راح اشغله وشوف الحالة مالته ونريد تفسير علمي لهذا الموضوع. فرطة قليلة، أمبيره 6 وشوية، الفرة قليلة والأمبير 6 وشوية. هاي الحالة إذا خليتها على الماطور راح يحترق خلال ربع دقيقة يجوز أو أقل من ربع دقيقة. زين، راح نغير الربط ماله ويشوف الأمبير مالته والفرة مالته. لاحظ القوة مالته والصوت، والأمبير ماله 1/9. سؤالنا واضح، شنو دا يصير؟ ليش انخفض العزم مالته وليش الأمبير مالته صعد وليش ما افتر الماطور بقوته الصحيحة؟ ليش من نخليه على الربط الصحيح راح يشتغل بعزم وبقوة؟ أريد تفسير علمي ومنطقي يوصلنا إلى إجابة صحيحة. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.